السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حولت لمخالفة لمصلحة فريق الوادي، حولت لمصلحة فريق الوادي. هنا نتابع في الإعادة تدخل السابق من جانب أبا زر مع طبعا اللاعب فريق الوادي نيالا. تلعب كرة أمامية على رواق الأيمن، محاولة مرور وتصويبه، صوبت صدت صوبت سجلت دونت في مرمى فريق الهلال عن طريق اللاعب المميز اللاعب أيمن عبد الرحمن. استطاع أن يسجل في هذا اللقاء ويدون الأفراح لفريق الوادي نيالا بعد عكسية كانت مثالية وكانت مميزة. عادت من جانب الدالي بينما مهدت وصوبت تحت أقدام الحارس علي عبد الله أبو 20 وتحولت مباشرة لهدف لمصلحة فريق الوادي نيالا. بينما اللاعب طبعا أيمن لم يحتفل، وأيمن واحد من الأسماء التي ارتدت شعار الهلال، وهنا الاحترام وهنا التقدير وهنا طبعا التسجيل لمصلحة اللاعب المميز أيمن عبد الرحمن، والتقدم الأول والأفضلية الأولى والزيارة الثانية طبعا لفرقة الوادي لمرمى فريق الهلال بعد أحمد فضل القربال. هل سيسجل الهدف رقم 6 في هذه البطولة بالنسبة لحساب اللاعب الشخصي على مستوى التهديف، أم سيكون طبعا صاحب 5 أهداف في هذا اللقاء؟ هنا جينارو وهنا القربال في حرب كبيرة جدا بين الفريقين على أرضية الملعب. نتابع القربال الهداف، بينما الحارس صاحب الخبرات جمع جينارو اللاعب والحارس تلابانوسي. هنا التصويبة، هنا التصويبة، هنا التصويبة، هنا التسديد. يا سلام على اللمسة، يا سلام على اللمحة، ويا سلام على النظرة، ويا سلام على الهلال لما يسجل أحلى الأجوان ويأتي بأحلى الأفراح هنا على أرضية ملعب أم درمان. هنا في العرض الشمال الهلال يسجل الهدف الأول ويأتي بالتعادل من بعيد بعد ركلة جزاء، بعد اهتزاز لشباك